الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله انا حبيت ان انا اقول لكم ان انا هخزن برتقان عشان شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين اهو، انا جبت 5 كيلو برتقان وجبت كيلو جزر وعملته عصير طبعا. زي ما انتم شايفين خزنت طبعا. هم عملوا لي 3 اكياس حلو، 5 اكياس حلوين. وطبعا شربنا احنا والاولاد ويعني حاجة بسيطة كده. بداية يعني، وان شاء الله هجيب تاني واخزن. هنا ده عندي كيلو من الجزر، قشرته وقطعته زي ما انتوا شايفينه حلقات وحطيته على النار بحبة مية يتسلق. انا هنا البرتقال طبعا عشان 5 كيلو طبعا. لو انت عندك عصارة عادية عصوري. انا طبعا عندي اللي هو الكبة دي، تبع الخلاط، يعني جزء من الخلاط بيعصر البرتقال. حبيت اوريكم ازاي بيتركب يعني. اللي هي الجزء ده بيتركب كده، ودي المصفى. وبشغل بقى الكهرباء وبيعصر البرتقال بالكهرباء. طبعا ممكن نعصر بالعصارة العادية، انا بعصر بالعادية على طول. بس دي عشان كمية قلت اعصر بايه؟ بالخلاط. رغم ان انا بصراحة اما باجي اعصر وامسك البرتقانة بتتعبني شوية، بحس كده يعني بتبقى زي فايبريشن كده جامدة على ايديا. وافضل اتك جامد عشان ما تفلتش من ايديا. بس بتسهلي بصراحة، بتسهلي يعني مهما كانت كمية البرتقال بتخلصها يعني في وقت بسيط جدا. غير لما بعصر طبعا بايديا. اهي زي ما انتوا شايفين اهو. هنا الخلاط انا حاطه فيه حبه ميه بس عشان ما يتحرقش مني، عشان بيشتغل وكل الاجزاء مع بعض. هو طبعا في جزء ممكن ان انا اشيل اللي هو الدرق بتاع الخلاط واحط الجزء دوت. بس انا عشان هستخدم الخلاط حطيته. زي ما انتم شايفين هنا بيصفي البذر ويصفي التفل بتاع البرتقال. دي المصفى دي. وبينزل العصير من تحت. طبعا كل اللي عنده ال- الكبة دي عارف طبعا. وزي ما قلت لك مفيش مشاكل لو انت ما عندكيش. اعملي باللي هي في الايد، هاتي جزء جزء، مش لازم تجيبي كمية مرة واحدة. يعني انا جبت 5 كيلو ولسه هجيب تاني طبعا. لا، حلوة جدا يعني بصراحة العصير ده المنقذ. يعني انتي في رمضان برضو طبعا عندنا الخروب والعناب والحاجات اللي بنعملها الحلوة دي. بس بجانب ده كله العصير البرتقال ابو جزر ده جميل جدا بصراحة. بصوا انا بوريكم اهو. طبعا انا حبيت ان انا يعني اللي عندها طبعا الجزء ده من الكبة ممكن ما تكونش استعملته. يعني انا عندي بصراحة الخلاط ده في اجزاء منه لسه ما استعملتهاش. بصوا بتكة جامد. انا يعني مقوية ايديا قوي عشان ما تفلتش من ايديا. هنا عمل لي كمية اهو هصفيها وهحط تاني. طبعا بصوا البذر والتفل في المصفى ازاي. يعني سهلة جدا بصراحة، بتسهل عليا لما بتكون البرتقال كمية، بيسهل عليا بصراحة. اهو انا هنا بصوا، والعصير تحت اهو. ما اقدرش ازود عن كده عشان ما يتكبش. هصفيه وهعمل بقية البرتقال. برضو لو في عصير طبعا احنا يعني نصفيه للاخر يعني. انا عايزاكم بس تاخدوا بالكم من لون البرتقال. وبعد كده تاخدوا بالكم لما نحط عليه الجزر. طبعا في ناس كتير تعرف الموضوع دوت. وفي ناس ممكن ان احنا بنفكر بعض، بفكركم برضو ان طبعا في رمضان حلو جدا. انتوا عارفين قمر الدين بقى غالي برضو. وحتى لو جبتي يعني واحد ولا اتنين مش هيسعفك. فالعصائر دي طبعا بتبقى بتسندك وبتسعفك جنب قمر الدين بصراحة. هنا انا بصوا هبتدي الجزر اهو اتسلق. هصفيه وهحطه. انا هنا بصوا بوريكم اهو. حطيته على العصير البرتقال. بصوا عصير البرتقال لونه ايه. اما هضربه طبعا وبتحطي كمية السكر اللي انت عايزاها. يعني انت السكر ده اللي انت عايزاه. يعني بتدوقي وتشوفي الكمية اللي انت عايزاها، عايزاه سكري قوي عايزاه وسط. انتوا عارفين ان البرتقال بطبيعته بيبقى يعني مزز شوية. هنا انا ضربته طبعا وحطيت السكر اللي انا كمية السكر بتاعتي. بصوا بوريكم بيبقى عامل ازاي. زي قمر الدين بالظبط. ما بيبقاش مية يعني بيبقى ايه. يعني سميك شوية. عايزة اوريكم بقى فرق اللون. بصوا ده البرتقال اللي لسه ما ضربتوش، وده البرتقال اللي حطيت عليه الجزر. بصوا لونه ايه. ده برتقال
طبيعي يعني ما عليهوش ميه، ده برتقال متصفي طبيعي. بصوا اللي على الوش ده البرتقال عامل الوش ده، مش حاطه عليه تلج ولا حاجه، احنا في تلج لوحدنا. بصوا الدورق اخد حوالي 2 لتر من البرتقال. عملت حوالي 5 اكياس غير اللي شربوه والاتنين دول. وما شاء الله عليه، يعني ربنا يزيد ويبارك. جميل جدا. وشلت ال5 اكياس دول في الفريزر، وشربنا طبعا اللي شربناه، وبإذن الله هجيب تاني وأعمل. أنا قلت أفكركم طبعا كل اللي ناسي يعني يعمل، عشان رمضان الحاجات دي هتسعف. طبعا ده برتقان بلدي من عندنا يعني من خضري. وسبحان الله في حاجة رخيصة يعني. طبعا كل حاجة غالية زي ما انتوا عارفين. حلوة جدا. هتوفري وهتسعفك في رمضان. وبرضو يعني لو حد ما جابش قمر الدين غالي دلوقتي. لو جبتي واحدة ولا اتنين اهي دي برضو هتسعفك وكويسة جدا. وفي الصيف طبعا لو فضل عندك في الفريزر، لو جالك ضيوف حلو جدا، سريع تطلعي كيسة تفك تصب بيها. حبايب قلبي، يا ريت اللي بيشوفني لاول مره لو ما اشتركش في القناه يا ريت فضلا وليس امرا يشترك. وما تنسوش اللايك، لان اللايك ده تشجيع ليا وبيخلي الفيديو ناس كتير تشوفه. كل سنه وانتم طيبين وشكرا لحضراتكم.